موضوع المغرب وصلاة العيد، موضوع المغرب والسنغال، موضوع المغرب والحاجات اللي بتحصل والقصص اللي بتحصل بقت شيء غريب، بقت شيء عجيب، بقت شيء من الأشياء اللي تخليك تحس ان احنا هنفضل لحد امتى الناس تيجي علينا، هنفضل لحد امتى نستحمل، هنفضل لحد امتى نعرف ان في ناس مستهدفة ونسكت. خلينا عارفين ان فيه مشاكل اللي احنا بنشوفها بعينينا دي مشاكل كبيرة. المغرب والجزائر ومصر وصلوات العيد اللي فيها اختلاط كبير جدا، كل ده هنفضل لحد امتى شايفينه شيء طبيعي؟ وهو للأسف مش طبيعي، مش طبيعي اللي احنا بنسمعه، مش طبيعي اللي احنا بنشوفه، مش طبيعي اللي احنا بنراه. خلينا عارفين ان المشاكل اللي بتحصل ليها اسباب كتير، اسباب كتير قوي. فياريت يا جماعة نيجي نتكلم نبقى عارفين ان الموضوع صعب. المغرب بقت تستهدف، المغرب بقى يتجني عليها من اي حد. ليه؟ متعرفش عشان ايه؟ برضو ما نعرفش. هنفضل لحد امتى؟ هنفضل لحد امتى شايفين ورافضين نسمع، شايفين ورافضين نتكلم؟ خلاص، كل الأسف كل الأسف ليه ده كله بيحصل؟ مش قادرين نفهم.
المغرب بقت تستهدف. المغرب بقت في مشكلة كبيرة. خلينا عارفين ومقتنعين إن المغرب في يوم هترد، المغرب في يوم هتنتصر. صلوات العيد. موضوع السنغال والمغرب. السنغال موضوع كبير جدا جدا جدا، ومحطوط عليه كام علامة، مش علامة واحدة. ولكن خلينا منتظرين القادم.